ازيكم؟ انا هبة ودي قناتي. النهاردة هنعمل الفراخ بالخضار والبروكلي بطريقة سهلة ولذيذة وهتعجبك قوي. المقادير بتاعتنا: محتاجين 2 صدور فراخ يعني حوالي نص كيلو، غسلناهم وهنقطعهم شرايح. فلفل الوان نص فلفلاية من كل لون، وفلفلاية سبايسي. بصلة كبيرة متقطعة مكعبات، و5 فصاص توم كبار وهنفرمهم. الخضار بتاعنا محتاجين جزراية واحدة وحوالي ربع كيلو بروكلي، توابل ملح وفلفل وبابريكا وزعتر، كل حاجة معلقة صغيرة، ونشا وصويا صوص. هنبدأ أول حاجة هناخد الفراخ وهنقطعها شرايح صغيرة. طبعا الفراخ غسلناها كويس، وفي بولة بقى كده فيها 3 معالق زيت تقريبا، وتحطي فيها التوابل ونقلب التوابل في الزيت كويس، وبعدين نحط فيها الفراخ ونقلبها كويس ونركنها بقى حوالي 10 دقايق لحد ما تتبل وتاخد طعم التتبيلة كويس كده. التوم بتاعنا هنفرمه. فرمنا التوم بالطريقة دي. هنقطع بقى الخضار اللي عندنا. الجزر هنقطعه شرايح طولية مقاسها وسط كده، ما تبقاش كبيرة قوي. والبروكلي هنقطع الوردات لأجزاء صغيرة بالشكل ده. بعد كده هنقطع الفلفل الألوان، واحنا زي ما قلتلك مستخدمين نص فلفلاية من كل لون، نص أحمر ونص أخضر ونص أصفر، وفلفلاية سبايسي. ودي براحتك، يعني عايزة تستخدميها أو ما تستخدميهاش. لو مش حابة السبايسي بلاش منها. أنا قطعت الفلفل بالطريقة دي كده، عملته مثلثات كبيرة شوية، عاوزاه يبقى مقاسه كبير علشان يبقى مقرمش كده، ما يبقاش صغير قوي ويتهري مننا، تبقى قرمشته باينة في الأكلة كده. قطعنا بقى الفلفل، وبعدين حطيت حوالي 3 معالق نشا كبار على الفراخ وقلبتها كويس تتغلف بالنشا كده. واخدنا معلقة نشا كبيرة حطيت عليها كوباية مية و3 معالق صويا صوص، وقلبتهم وركنت الصوص ده دلوقتي. فمية بقى مغلية على النار كده، نزلت الجزر أخد حوالي دقيقتين، وبعدين حطيت البروكلي ياخد دقيقتين كمان. بعد كده تطلعي بقى البروكلي والجزر في بولة كده فيها مية ساقعة، علشان نوقف السوا بتاعه. مش عايزينه يبقى مستوي قوي، عايزين القرمشة بتاعته برضو تبقى باينة شوية في الأكلة، مش عايزين الخضار يبقى مهري قوي مننا. فهنطلعه في المية كده علشان يتوقف السوا بتاعه. بعد كده في طاسة على النار حطيت معلقتين زيت ومعلقتين زبدة، وبدأت أحمر الفراخ بتاعتي. الفراخ بتاعتك كده رصيها جنب بعض، ما تبقاش فوق بعض، وهتتحمر مش هتاخد وقت، يعني دقيقتين على كل جنب وقلبي. وبعدين هتطلعيها. النشا اللي حاطينه للفراخ هيديها بقى قرمشة لذيذة كده، والتتبيلة بتاعتنا دي مديها طعم حلو قوي. نطلع بقى أول طاسة كده، وبعدين هنحط باقي الكمية. مش عايزين الزيت أو الزبدة تبقى كتيرة في الطاسة، لا، حاجة بسيطة كده، يعني ما تتحمرش في زيت غزير. خلصنا ده كده، وحطيت حتة زبدة تانية وحطيت باقي الكمية. برضو دقيقتين على كل جنب، وهتطلعي. مكان الفراخ بقى هنحط التوم اللي فرمناه، ونديله تقليبتين كده لحد ما ريحته تظهر، وبعدين نحط البصل ونقلبه كل حاجة دقيقتين. بعد كده هننزل برضو بالفلفل الألوان، وزي ما بقولك احنا مش عايزين الحاجة تبقى مستوية قوي، عايزين يبقى فيها قرمشة خفيفة كده. حطيت الفلفل وقلبته برضو دقيقتين، وبعدين تبلت بنص معلقة فلفل اسود، نص معلقة ملح، نص معلقة بابريكا، نص معلقة زعتر. نفس التتبيلة اللي تبلنا بيها الفراخ هنتبل بيها الخضار، بس المرة الأولانية كانت معلقة من كل حاجة، المرة دي نص معلقة. صفيت بقى البروكلي والجزر من المية، وهقلبهم مع البصل والجزر يطعموا كده من بعض، والبصل والثوم والفلفل. دقيقتين بقى كده، وبعدين أنزل الفراخ. شايفة كمية الفراخ؟ الكمية دي مع الخضار تكفي حوالي 4-5 أفراد.
شوفي بقى انت عايزة كمية قد ايه، وممكن تزودي طبعا الفراخ لكيلو براحتك بقى حسب عدد أفراد أسرتك. هنقلب بقى الفراخ كده مع الخضار 3 4 دقايق، وبعدين آخر حاجة بقى هنحط الصوص بتاعنا اللي هو المية والنشا والصويا صوص، وهنقلبهم مع بعض لحد ما الفراخ والخضار يتشرب الصوص ده. بعد كده هننزله من على النار. النار طبعا تكون هادية لحد ما يتشرب الصوص ده كده. قدميها بقى كده وهي تتقدم سخنة، تتاكل بالعيش أو معاها رز أبيض أو معاها حبة مكرونة اللي يعجبك، بس هي بالعيش لذيذة قوي. ودي عملناها كده بالفراخ. جربيها بقى كده وجربيها كده وشوفي أنهي هتبقى أحلى معاكي. شكل الألوان كده تفتح النفس، الخضار ألوانه جميلة وبألف هنا. ولو عجبتك اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وباي باي.